الأخبار الموجزة ليوم الخميس. قالت القنصلية الأفغانية في كراتشي إن 170 مواطنا أفغانيا بينهم نساء وأطفال تم إطلاق سراحهم من سجون باكستان. وأضافت القنصلية أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأفغان أمس وتم إرسالهم إلى أفغانستان. تقول وزارة الدفاع الوطني تخرج 54 مجاهدا من قيادة التدريب القتالي المشترك. تجري حاليا أعمال تجميل جسر المحترق بوليسوخت وأسوار بحيث يمكن تحويل المنطقة إلى مكان الأخضر. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية السيد ذبيح الله مجاهد إن العناصر الخارجية التي تسيء لخطابات قادة الإمارة الإسلامية وتريد عن طريقه خلق الفرقة بينهم وتنشر الشائعات لن تنجح في هدفهم الخاطئ. أعادت الوكالة الوطنية للمواصفات 22 ناقلة نفط منخفض الجودة إلى إيران في ميناء إسلام قلم مقاطعة هرات. تقول وكالة التعليم الفني والمهني التقى وفد من اللجنة السويدية برئيس وكالة التعليم الفني والمهني السيد مولوي غلام شهامد. التقى حاكم مقاطعة كابول الشيخ محمد قاسم خالد بسفير تركيا وبعض الممثلين الآخرين في مكتبه. وناقش حاكم كابول في هذا الاجتماع تطور العلاقات التاريخية والتعاون بين تركيا وأفغانستان إلى جانب تقديم تعازيه لضحايا الزلزال الأخير.